السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بكل خير. سمعنا الحدوتة والزمالك حقق دوري 2026 وطلعت أحلى حدوتة، بس علشان نكمل في الحدوتة تعالوا بقى نقول إيه المطلوب إنه يتعمل من مجلس إدارة الزمالك ومن الإدارة الرياضية جون إدوارد عشان نكمل في الحدوتة وعشان ننافس على دوري الأبطال، وإن شاء الله نحقق البطولة اللي غايبة عننا بقالها كتير جدا، ونحقق الدوري المصري للسنة الثانية على التوالي. تعالوا نخش على طول في تكوين الفريق باعتبار ان مجلس الاداره فك القيد وخلاص. يلا نجيب لاعبين. نبدا من حراسه المرمى. في كلام طلع ان محمد علاء بتاع الجونه مضى للزمالك. لو صح الخبر اوكي، محمد علاء حارس كويس، مش حارس مش وحش. نحافظ على محمد صبحي والمهدي ومحمود الشناوي الحارس اللي لعب الموسم الماضي يكون موجود معاهم، ولو في امكانيه نبيع محمد عواد. يبقى حراسه المرمى متامنه عندنا لسنين كتير قدام. في المساكين لو بعنا حسام عبد المجيد يبقى لازم 2 مساكين جامدين. حسام عبد المجيد موجود، لازم مساك رابع. الونش اسماعيل، حسام عبد المجيد ومساك رابع. احمد حسام خف من الاصابه، والموسم الجديد ان شاء الله يبدا يخش، ولكن محتاجين مساك تقيل. داخلين في تنافسيه كبيره جدا في دوري الابطال والدوري، والفرق الثانيه اللي بتنافسنا اكيد هتفوق، واكيد هيبقى ادائها الموسم القادم غير السنه دي. الباك اليمين هنحافظ على عمر جابر ومحمد ابراهيم، ومش عايزين في الباك اليمين والباك الشمال، مش عشان عندنا 2 احسن حاجه في الباك اليمين، ولكن عشان نحافظ على الفلوس عشان نقدر نجيب في اماكن تانية. نص الملعب محتاجين 2 لعيبه 6. محمد شحاته كان بيلعب 6 وديفندر وهو مش ديفندر اصلا عشان من قله مفيش. احمد ربيع ومحمود جهاد. احمد ربيع مش احسن حاجه، ما ثبتش نفسه ان هو ممكن يشيل في الماتشات الثقيله، ومحمود جهاد من ساعه ما جه من فاركو تقريبا هو في المستشفى يعني. محتاجين لعيب بامكانيات ومواصفات ناصر ماهر يشيل في نص الملعب علشان خاطر يمسك كوره ويلعبنا كوره. محتاجين وينج يمين مع بزيره. محتاجين كمان لعيب مع شيكو بنزا في الشمال، ويا سلام لو يكون افضل من شيكو بنزا يبقى هو اساسي وشيكو بنزا احتياطي. سيف الجزيري شكرا يا سيف. ونجيب لعيب كمان مهاجم تقيل مثلا بمواصفات مايدي، بمواصفات وسام ابو علي. يبقى كده احنا جهزنا فرقه نقدر ننافس بيها في دوري ابطال افريقيا النسخه اللي جايه، وان شاء الله نحققها. الفرق اللي ممكن تنافسنا في دوري ابطال افريقيا النسخه اللي جايه من وجهه نظر انا اقوى المنافسين بيراميدز، صن داونز، اورنال. نحل مشاكلنا، نستقطب لاعبين، مش هنعتمد على اللي حصل في 2026. قابلتنا مشاكل كتير. مجلس الاداره رساله، اوعوا تستنوا اللي حصل في 2026 يتحقق في 27 لو نفس المشاكل مكمله. لو بنلعب لعيبه بنرقع، محمد شحاته شويه باك يمين شويه ديفندر، بيلعب شويه في مكانه الاساسي مساك. محمد شحاته مش ديفندر بيلعب ديفندر. اللعيبه مستحقاتها بتتاخر. حل مشاكلكم، هاتوا لعيبه، كل لعيب في مكانه، كل لعيب له بديل عشان نقدر نكمل في التنافس. انا بقول لكم من دلوقتي عاوزين نسمع الحدوته كمان وكمان. لو ما حليناش المشاكل ديت وبنفس مشاكل 2026 ده كان استثناء بفضل ودعم جمهور الزمالك وفضل لعيبه رجاله وفضل معتمد جمال، والاول طبعا قبل كل فضل الناس ديت فضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله الموسم اللي جاي يبقى احسن، نحقق دوري الابطال، هيفرق معانا كتير في الفلوس، وان احنا نعرف نستقطب لعيبه ونجدد لعيبه ورعاه، وحاجه هتبقى عظمه لنادي الزمالك. وان شاء الله نزود بطولاتنا القاريه. في الاول والاخر بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ودمتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.